حتى نعرف حقيقة الصراع، حتى نعرف حقيقة الصراع. ماشي كما هو بغى يسوق للأتباع ديالو بأن واحد التيار هو اللي خرج والتيار كذا والسلفية الوهابية والوهابية، وبرك تيجتر في هذه العبارة لأنه يعلم بأن كثيرا من التيارات تعادي السلفية، ولذلك هو يحول المعركة ديالو مع المسلمين جميعا لكي يجعلها معركة مع تيار محدد. واش اللي كيطعن في الصحابة واللي كيتهم الصحابة واش هذه مسألة تيار؟ واش اللي كيقول بأن تفاسير ديال القرآن يعني ما عندنا ما نديرو بهذا الركام ديال التفاسير وهذا الركام ديال الكتب، واش هذه مسألة تيار؟ واش اللي كيقول بأن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا، واش اللي كيقول بأن هؤلاء خربوا الإسلام، واش مسألة تيار؟ كفاك كذبا وكفاك مراوغة وكفاك ضحكا على أذقان من لا زالوا يصدقون هراءك والذين لا زالوا يحسنون الظن بك ويظنون أنهم على شيء. كفى، بركة من الكذوب وبركة من تزويق الهضرة وبركة من تحوير موقع المعركة. الصراع والمعركة معك السي البائد ليست مع التيار الوهابي كي كتقول انت، ولا التيار السلفي كي بغيتي تسوق المخاطبين ديالك اللي كتغرر بهم وكتضحك عليهم وكتكذب عليهم وكتعطيهم معلومات مغلوطة وكياخذوها على بأنك راك عارف اش كتقول وراك عندك 2 دكتورات. ايوا بزعت نعمس، إلا كانت الدكتورات ديالك غادا توصلك أنك تقول بأن الله إلا دخل مخترع الكهرباء للنار غادي يظلموا، وإلا وصلتك هاد الدكتورات ديالك باش تقول بأن الله إلا دخلوا للنار وما يقدرش يدخلوا النار، بأن الله ما يقدرش يدخلوا النار، علاش؟ لأنه رحيم، ولأنه كيفاش ما يقدرش يدخلوا النار؟ لأنه رحيم. من الذي يكره الله عز وجل على ألا يدخل الكافر إلى النار؟ واش اللي كيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كيفسر الحور العين اللي في الجنة كيفسرهم تفسيرا جنسيا؟ واش اللي كيتهم الصحابة بأنهم حيدوا وحرقوا الأحاديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام وحطوا أحاديث مكذوبة هي اللي كتروج الآن في الأمة؟ واش اللي كيكذب صحيح البخاري؟ بئس الدكتوراه إلا كانت الدكتوراه ديالك، وإلا كانت دراسة الشريعة اللي كتقول انت درستيها أو الدراسات الإسلامية، إلا كانت غادا توصلك لهذا الحد وتوصلك لهذه الحقارة وتوصلك لهذا الدناءة ولهذا الحقار والاستخفاف بالناس وتوصلك إلى الاستهزاء بشرائع الله عز وجل وبدين الله وبكل ما له علاقة بدين الله، يخ من هذه الدكتورات وما جا منها. والله لأن تعيش وأنت أمي وتعتقد بكل ما يجب اعتقاده في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي صحابته وفي علماء الأمة، وأن تعيش على التوحيد وتموت عليه، والله خير لك من أن تنال آلاف الدكتوراه وأنت تقول كلاما ما سمعنا ملحدا ولا كافرا قال به حتى سمعناه من فمك أنت الذي تدعي ظلما وزورا وكذبا وبهتانا بأنك تحفظ كتاب الله وبأنك تحمل دكتوراه وبأنك درست علم الشريعة وبأنك وتمجد نفسك وتقدس نفسك أكثر من اللازم.